السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. حبايب قلبي، النهاردة عامل وصفة جميلة جدا. جوزي قال لي ولا عايز الفراخ شوربة ولا محمرة ولا في صينية. عاملها ازاي بقى؟ كنت ما اجيب كيس حراري كده كان عندي، واعمل الفراخ فيه. طبعا بصل احمر، دول 2 بصل، طماطمتين، توم، 2 فلفل اخضر. عايزه تحط فلفل حراق براحتك، مش هحط البهارات دلوقتي. ليه يا جنى؟ بحس اللي هي بتروح في الكبه. احط شويه خل. فقلت اما اخلطهم بعد كده هبقى احط البهارات على على الفرخه يعني، والخلطه موجوده. طبعا الفرخه دي انا غسلاها ونقعها، هي كانت في التلاجة من تحت. فهجيب طبعا نص الخلطة، مش هحط الخلطة كلها، نص الخلطة. ليه يا جنى؟ النص التاني هقول لكم هنعمل بيه ايه، وهقول لكم الفرخة دي انا قعدتها قد ايه. بصوا يا حبايب قلبي، انا هحط بهارات فلفل، كمون، ملح، شوية كزبرة. انتوا عايزين تحطوا البهارات اللي انتوا عايزين احطه. انا كان نفسي احط شوية كركم بس انا خايفة، لان انا ما جربتهوش في الفراخ اللي في الكيس الحراري او في الصينية. إيه، مش عارفة، مش بحبه في كل حاجة. فانا بحط مكترة شوية كمون وشوية فلفل. بعد كده هعمل للفرخة دي مساج. ما تقرفوش اللي انا بعمل بايدي، بس احنا اللي هناكل. وانا جوزي اللهم لك الحمد ما بقرفش، انا بعمل كل حاجة بايدي. ولا عمري لبست اللي هو الكاونت ده ولا اي حاجة، ما بحبش الكلام ده. بصوا، انا هفضل اعمل لها مساج. انا هقفل الكاميرا بعد كده. احط لها تحت الجلد وبين الفخاد وفي بطنها. يعني هظبطها الفرخة دي. الفرخة دي باتت ليلة في التلاجة. الكلام ده كان الساعة حوالي 1 بالليل. ماشي. انا كده حطيتها، رجعتها في الصينية عشان بس اوريها لكم. بس انا حطيتها في طبق عشان اغطي عليها، عشان ما تعملش ريحة في التلاجة او اي حاجة. طبعا ده تاني يوم الساعة 4. ده تاني يوم الساعة 4. انا كنت مصورة لكم حتة وانا مصورة الفرخة، حاطة الفرخة في الصينية عشان احطها في التلاجة، بس مش مشكلة. دي بقى كان الساعة 4 بالظبط. قطعت الكوسة والبطاطس وبصل قورمة، بس في بصلاية كبيرة شوية وجزر. عايزة تحط بسلة، فاصوليا. انا كان عندي فاصوليا بس قلت لا، انا هعملها خفيفة كده. والفاصوليا خفيفة وجميلة، بس قلت لا، انا لسه هقطع فاصوليا. ده الساعة 4 عشان تلحق تستوي. قعدت قد ايه في الفرن يا جنى؟ ساعة ونص. ليه؟ الفرخة دي 2 كيلو و100 جرام، او مش عارفة 2 كيلو وربع. انا مش عارفة، مش انا اللي جايبها، بس هي 2 كيلو حاجة. فلا سويتها كويس قوي. وبعدين هي ما قعدت من بالليل في التلاجة. الأنسجة طرت، لكن بكون لسه جايباها واروح اعملها واقعدها ساعتين. هي برضو حلوة، بس بتبقى الفص مش زي ما هو الفرخة بايتة في التلاجة ليلة. قلبتها طبعا، وبرضو فصلت الكاميرا وقعدت اقلب فيها عشان إيه تتشبع البصلة والطماطماية والفلفل، كل حاجة تتشبع في الخضار. هجيب الكيس الحراري. والكيس الحراري ده يا جماعة عندي بقاله تقريبا سنة. انا بجيب اكياس من زمان، ما عملتش اصلا. في العزومات كانوا بيحبوني اعمل الفراخ في الكيس الحراري، بس بعملها بطريقة تانية. هبقى اعملها لكم تحفة جدا الطريقة التانية. ودي جميلة جدا جميلة. تعرفوا هي قلبة ريحة الشقة لغاية حاليا انا بسجل معاكم. احنا اتغدينا وغسلنا وغسلت المواعين وكل حاجة متظبطة. ريحة البيت لسه تحفة، تحفة بجد. انا جبت الصينية الكبيرة شوية. ليه يا جانا؟ عشان اعرف اتعامل. انا هطلع الكبدة والقنصة من جوه، انا كنت حطاهم عشان يتبلوا حلو مع مع الفرخة. شايفين انا حاشية الفرخة الخلطة ازاي؟ هحشي الفرخة من جوه خضار وحطيت بصل من جوه. انا بعشق البصل. ولا حطيت نقطة زيت ولا الكلام ده. ليه؟ عشان اكل من الكوسة. يعني عشان اكل من الكوسة. شايفين؟ يعني حتى يعني يعني اخف من الزيوت بقى في الاكل وكده. الجوز برضو
ايه رأيكم يا حبايب قلبي؟ بجد قولولي رأيكم هم طبعا. انا ما تلاقيتش القفل بتاع الكيس. طبعا انا مش هقف على كده. تعالى بقى، قلت له تعالى بقى انا اتعامل معاك. بس كنت بتعامل بقى معاه، بصوا، برقه ما اقولكوش، لان خايفه يتقطع، ما عنديش الا هو كان اخر كيس. حتى ما تلاقيتش القفل بتاعه. قمت قايله تعالى بقى مربوطه كده ربطه حلوه. جبت الصينيه. قبل ما احط اي حاجه في الصينيه، هفتح الكيس كده كام فتحه ليا جانا عشان ما يفرقعش في الفرن البوتاجاز. وهحط ميه مغليه. بصوا يا حبايب قلبي، انا كده كنت بقول لكم اللي لازم الصينيه دي تتحط على حاجه، لان انا مره ما حطيتهاش على حاجه فرقعت بقت زي الرمل. وازازها وحش جدا. انا كنت بتكلم معاكم في الفيديو بس الصوت الصبح غير صوت بالليل عشان كنت لسه صاحيه. قلت لا اتكلم معاكم مونتاج احسن. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا بقى المنظر، الميه نشفت في الصينيه. شايفين هي منزله ميه قد ايه؟ بتغلي ازاي؟ انا قلت اما اوريكم المنظر ده. بصوا اكني مشويه. انا طلعتها بقى من الفرن البوتاجاز يا حبايب قلبي بعد ما نشفت خالص. شايفين الصينيه؟ مش مشكله، ترجع زي الفل. بصوا انا بعملها خايفه، انا خايفه خوف، بخاف اللي اتلطع، لان مش بروق بسرعه اما بتلطع. بصوا بخاف من السكينة، بخاف من اتعور. شايفين يا حبايب قلبي؟ معلش على التصوير، انا اسفة. بس بصوا طعمها كانت وهم. جربوها مش هتندموا. حطوا روزماري، حطوا البهارات اللي انتوا بتحبوها. انا ما بحبش اي بهارات الا البهارات دي. اللي يعجبكم حطوه. كانت دايبة دوب، الكوسة دايبة، البطاطس دايبة، المنظر من جوه تحفة. وهوريكم هي مستوية بطريقة ازاي. شايفين يا حبايب قلبي؟ الجزر دايب. بص انا جبت المقص. هي مش مستحمله المقص، بس انا العظم، مش عارفه اخلي الصدر من العظم. شايفين؟ بس انا هوريكم اللي هي دايبه و... وبجد بجد جربوها مش هتندموا. يعني مش عارفه اقول لكم ايه من كومنتاتكم الحلوه، غير اشكركم من قلبي. ربنا يخليكم يا رب وما تحرمش منكم. مهما اقول للناس اللي بتحط كومنتات حلوه، انا مش هوفوكوا حقكم. بص يا حبايب قلبي، هي كانت دايبه وسخنه، مش عارفه امسكها. شايفين؟ دايبه. وهوريكم حاجه دلوقتي هاكد لكم اللي هي مش مستحمله اي حاجه. شايفين يا حبايب قلبي؟ بصوا يا حبايب قلبي، في قناه بحطها على المنتدى اسمه حبيب واحفاده. يا ريت تنوروه وتشرفوه. عاملها مصدر رزق. ربنا يكبر خاطركم يا رب. راجل محترم جدا جدا، وبجد يستحق اللي نشاهد له فيديوهات قصيره. بالله عليكم بسيب له على المنتدى اسمه حبيب واحفاده. بصوا يا حبايب قلبي، طبعا انا كده كنت بوريكم. هغرفها في الطبق، وطبعا هوريها لكم، وهوريكم ازاي هي دايبه من كل حته. إيه، انا تقريبا ما تلاقيتش اسمه الجناح، ما تلاقيتهوش. شايفين المنظر؟ تحفه. انا نفسي كنت تشموا. ربنا يكرمكم يا رب يا حبايب قلبي. وما تنسوش اللي على المنتدى، ربنا يصلح حالكم يا رب. شايفين المنظر؟ ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، ومع السلامة.